يعني بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ معاكم أول يوم في دورة الكتاكيت أو الفراخ التسمين البيضة، وإزاي تطلع بنتيجة كويسة من أول يوم في الدورة. وطبعا دي كتاكيت، دي أول دورة، مش أول دورة نشتغلها، الحمد لله اشتغلنا قبل كده، بس ده أول يوم في الدورة بتاعتنا. إزاي نستقبل الكتكوت أول ما تجيبه علشان تبدأ تهيئ له الجو المناسب أو التهوية المناسبة أو المكان يبقى دافي إزاي. طبعا المكان ده انا عامله حضانه. المكان ده كان متربى فيه قبل كده. بتبدا تشيل اي حاجه بعد الدوره وتنظف المكان ده كويس جدا جدا. بعد ما بتنضفه وتكنسه كويس، بتجيب على قد المكان ده ب5 جنيه جير او ب10 جنيه جير، جير عادي طبعا، جير مطفي. وبتبدا ترش المكان ده بالجير، وبتسيب المكان ده مفتوح ومتهوي لمدة يوم واحد، بحيث ان المكان لو فيه اي حاجة يتطهر. والجيرة عامة بيطهر اي حاجة موجودة. وترش كمان على الحيطان وعلى الارضيات. لو ملاحظين كده حضراتكم اهوت على الحيطان موجود جير على الحيطان. طيب بعد ما جبنا الجير ورشناه وقعد يوم والمكان اتهوى وبقى زي الفل، طبعا بتكون مجهز اللمبه بتاعتك. اللمبه دي 100 واط، هي لمبه واحده مع جو الصيف اللي احنا فيه ده. واجواء طبعا الصيف غير اجواء الشتاء. في اجواء الشتاء احنا بنضاعف الاضاءه طبعا، وان شاء الله نبقى نعمل فيديو عنها ونوريكم بنعمل ايه بالظبط. لكن حاليا دلوقتي احنا في الصيف، والعدد دول مش كتير، دول 25، والمكان برضو الحمد لله يعني ايه شايلهم. والجو برضو يعني مش حر قوي ولا ان هو برد. طيب بعد ما رشينا الجير وظبطنا حالنا، بنجيب يا نشاره يا اما تبن على حسب المكان اللي انت فيه. بتبدا تجيب يا نشاره يا تبن، وتفرش الارضيه بتاعتك بالتبن او النشاره دي. خلاص كده المكان بتاعك بقى مهيأ وجاهز انك تجيب الكتكوت بتاعك تحط الكتكوت. ما تجيش بقى انك تجيب الكتكوت الاول وبعد كده تفكر انت هتعمل ايه. لا، جهز حالك الاول وظبط حالك، وبعد كده هات الكتكوت علشان خاطر تبقى حاجتك جاهزه على طول. وطبعا تكون جايب سقايه وجايب طبق مفتوح كده ان هو عشان يعرف ياكل. حابب تجيب له علافه، بس الاضمن والاحسن والاوفر هو الطبق ده. على الاقل كل يوم لو حتى كتكوت نزل في الطبق ده ولا حاجه هيعرف ياكل وغيره يعرف ياكل. لو ملاحظين طبعا كده هم تحت اللمبه كلهم، ده لسه جايين النهارده، ما بقولهمش طبعا يوم. فاكيد طبعا لازم يكونوا محتاجين دفع. والكتكوت العمر يوم عامه كمان، مهما كان درجة الحرارة بتاعته، مهما كان الجو عامل ايه، لازم اللمبة دي تكون موجودة. لان هو طبعا مهيأ ان هو محتاج الجو الحر خارج من الفقاسة. طبعا الفقاسة دي فيها درجة حرارة، فهو خلاص متطبع على درجة الحرارة دي. حطيت العلافة بتاعتك وحطيت السقاية. بنجيب مع اول يوم حاجة اسمها مجموعة تحصين، وما تجيبش حاجة تاني. تربية الفراخ البيتي الحمد لله ما بتحتاجش علاج ولا ادوية ولا اي حاجة. انت بتحتاج بس تجيب مجموعة تحصين. طبعا الراجل اللي بتجيب منه او البيطري اللي بتجيب منه بيديك مجموعة التحصين دي. دي اسمها مجموعة تحصين للكتكوت عمر يوم. طبعا ده بنش، ده عامة ده فاتح للشهية. تمام. او التلات حاجات دول. وبيقول لك تحطهم على الميه ازاي. هم عامه بيتحطوا على الميه، مش على الاكل. وبتبدا انك تتابع الكتكوت بتاعك يوم بيوم، واهم حاجه انك تبص عليه كل شويه وكل يوم. كده احنا شرحنا اول خطوه واهم خطوه لعمر الكتكوت ليوم واحد. لو عايزين تتابعوا المزيد وتعرفوا المزيد علقوا، وحابين تعرفوا ايه وانا عامل لكم فيديوهات عنه. وانتظروني واستنوا في كل فيديو جديد وكل خطوه مهمه ازاي تطلع باوزان كويسه، وازاي تطلع في عمر 45 يوم باوزان كويسه بدون اي علاج، من غير ما تخسر اي كتكوت ولا اي حاجه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تعملنا بلايك واشتراك، واستنانا في الحلقة الجاية وخبر جديد وفكرة جديدة ومعلومة أهم وأهم في تربية فراخ التسمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.